ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات انا قلت ان احنا هناخد $100 ومش هنشتغل غير 3 دقايق. طب نوضح للناس بس اللي ما اتفرجتش الفيديو اللي فات ان انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتنزل محتوى شورتد، محتوى قصير، وهتاخد المبالغ اللي انت شايفها قدامك. بس المبالغ دي ما بتجيش على المحتوى العربي. وفي الحلقة دي احنا هنتكلم على الناس اللي محققة الشروط طبعا وبتربح، بس هو مش عاجبه الربح بتاعه دولار 2 10 20 في اليوم، فهو صانع محتوى وبيتعب جدا. فدي طريقة أنا عملتها وبقالها معايا فوق السنة، ناجحة جدا، والحمد لله لحد دلوقتي مفيش أي مشاكل واجهتني بسببها. طيب هي إيه الطريقة اللي أنا أشتغل بيها 3 دقايق في اليوم وإزاي؟ وأنت بتقول إيه ده أنا بقعد وبصور وبعمل محتوى ومونتاج وكل الكلام دوت. طيب حلو جدا، أنا هجيلك دلوقتي في حاجة شورت زي كده. انت عارف طبعا الجرين سكرين. ما هو الجرين سكرين للناس اللي مش عارفة؟ انا بفتح فيديو وبحط عليه وشي، والفيديو دوت بدوس وبرفعه وشكرا على كده، كأني مثلا بتكلم عليه. بس انا مش هخليك كمان تتكلم، انا مش محتاج غير وشك بس هو اللي يظهر في المحتوى. طب انت عملت كده ازاي؟ هقول لك بصراحة وبسرعة، بس لازم برضو تكمل الفيديو لحد الاخر عشان هقول لك دروب لو وقعت فيه لازم تطلع منه ازاي، ودي اهم حاجة. فاول حاجة انا مثلا فتحت فيديو لمايكل جاكسون، بس ما يكونش الصفحة الرسمية هي اللي عاملاه، يعني ما يكونش الصفحة بتاعته هو او الشخص نفسه. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي، دي اهم سبب من الاسباب. لو مثلا انا كمايكل كيني عامل فيديو شورت قصير والناس بتحبني جدا وجايب ملايين والناس كلها تعرفني، وفي الولايات المتحدة وفي الهند وفي باكستان وفي جميع العالم، وحضرتك جيت قمت عامل جرين سكرين عليا، هيروح لي طبعا الفيديو ان انت عملت جرين سكرين. فانا لو قدمت فيك انا كده جبت لك مخالفة، هوقف لك الارباح على القناة. فاللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتشوف مثلا واحد واخد من مايكل ده، اللي هو انا مثلا من مايكل ده واخد الفيديو جرين سكرين، وهتقوم حضرتك كل اللي انت هتعمله ان انت هتقوم واخد الفيديو منه جرين سكرين. فهمتني؟ يعني انا، معلش هنعيدها تاني عشان الناس تفهم كويس. انا ككيني عملت فيديو ونزلته عندي شورتز بتاعي بوشي وبصوتي وبكل حاجة، فجي واحد اخده جرين سكرين من جوه اليوتيوب نفسه وقام عمل له ان هو نشره عنده. انت تقوم واخد من الشخص ده الفيديو ده. وفي ناس بتاخد كتير فيديوهات ما بتبقاش جرين سكرين. طيب ليه الفرق هنا؟ عشان هو اللي هيتضر مش حضرتك. حضرتك كل اللي هيحصل لك ان هيبعت لك رسالة على الجيميل، اه احنا شلنا المحتوى، بس انت ما خسرتش اي حاجة. فهمتوني هنا؟ فانا مثلا اخدت محتوى كمايكل جاكسون مشهور، وانتوا قادرين تخشوا تشوفوا قناتي. انا اخدت مثلا محتوى كمايكل جاكسون ده مشهور جدا، فانا قمت داخل شفت مين بيرفع له فيديوهات وهو وش الشخص مش عليه. ففي ناس كتيره بتنزل له فيديوهات، بشوف بس مين الناس دي وانا باخد الفيديو ده حضرتك. فيديو مثلا زي ده 8 مليون و800، ده عند صاحبه اللي منزله مش جاب 10000. عندي انا عامل فايرل ليه؟ انا شغال بقالي شهور بنزل في المحتوى ده، فعملت كارير في الولايات المتحدة ان القناة دي اللي الشانل دي بتنزل للشخص ده مايكل جاكسون بس. انت بقى ممكن تعملها على اي حد تاني. مثلا في ناس بتاخد فيديوهات ناس مشهورة تانية، مش عايز اذكر اسامي طبعا، كتير في الولايات المتحدة مشهورين وانتوا عارفين مين، بس مش عايزين نفتح في الكلام. فتقوم انت شايف مين الشخص اللي واخد الفيديو، حضرتك تقوم داخل على طول واخده جرين سكرين. يعني ايه جرين سكرين؟ هتلاقي عندك الشاشة الخضراء، دوس عليها اظهر وشك يا باشا، اشتغلت 3 دقايق. بأمانة انا اديتكم خلاصة جامدة قوي للمحتوى. خشوا على قناتي اللي هي مايكل كيني، هتفهم انا عملت ايه، هتفهم انا بجيب ازاي الكلام دوت. وبقالي فوق السنة الحمد لله، يعني بقالي فترة كبيرة جدا
ماشي على الموضوع ده، مش هيحصل ان انت هتاخد اي مخالفة ولا محتوى ولا الكلام ده خالص. جرب بنفسك على قناة صغيرة لو عندك قناتين، وهتعرف. بس ما تاخدش الفيديو من عند صاحبه، هتبقى دي المشكلة الوحيدة. لاني صاحبه لو قدم بلاغ هيروح عمل الفيديو، مش هيجيلك انت. فهمت؟ مش هيجيلك ان ده محتوى معاد استخدامه. خلوا بالكم من النقطة دي كويس، مش هيجيلكم ان هو محتوى معاد استخدامه، هيروح له هو. فهيتشال الفيديو من عنده، هيتشال من عندك. اوريكم لو حابين الجيميل بتاعي فين وفين لما بيجي لي المحتوى ده اتشال. انا بعرف كده ان الشخص ده خد مخالفة، شكرا، خدهاش انا بقى بوريكم طريقة ربح يا شباب، صدقوني ما هتلاقوها في اي منصة. بس انا حبيت اساعد اخواتي بالفيديو ده. هل دي الطريقة الوحيدة؟ لا، في طرق تانية كتير جدا. ثغرات، ثغرات كتيرة فوق ما تتخيل. انا عارف ان انا ممكن ما كنتش عارف اشرح لك كويس. اهم حاجة الناس اللي تعبانة على قنواتها، لو سمحتوا خلي بالكم من قنواتكم كويس جدا. اللي انا عملته نفع معايا، وصحابي كمان. قلت لناس صحابي بره عن الفيديو اللي انا بعمله ده طبعا، اعملوا كده. عملوا كده، عملوا. ما كانوش عندهم كمان قنوات مفعلة، اتفعلت. ليه؟ بيجيبوا بالملايين، بيفعلوا القنوات بسرعة جدا. الناس دي مشهورة. طب هو مش حرام ان انا اعمل ده؟ لا، هقول لك على حاجة. انت بتطلع جرين سكرين، انت ما بتقولش ان الفيديو بتاعك، ان دي قناتك ومعروفة ان دي قناتك وانت رافع عليها فيديوهاتك ودي حاجتك، بس انت بتطلع جرين سكرين. ناس كتيرة قوي بتعمل جرين سكرين اليومين دول. فيسبوك مليان، يوتيوب مليان. خشوا واكتبوا، هتشوفوا، هتشوفوا ان هي كترت جدا. انا شغاله بقالي فوق السنه. في الفتره دي انا بيجيني ان انا ادي ناس كوبي رايت، وبيحسبوا انه المحتوى بتاعي. طب ازاي؟ ازاي محتوى اصلا مش بتاعي؟ ما برضاش. فكل ده هشرحه لكم. شكرا بجد ان انتوا سمعتوا الفيديو لحد هنا. خلي بالكم من قنواتكم، انتوا تعبتوا فيها جامد. ما تسعاش ان انت تحقق المبالغ دي لو ده انت شايفه خطر. انا مش بفرض عليك الفيديو، انا بقول لك بس تجربتي. وفي تجارب تانية كتير. انا بقالي 10 سنين في اليوتيوب، واشتغلت بطرق كتيرة جدا وعملت حاجات كتيرة جدا، وفهمت اخلي الفيديو يعمل فايرن ازاي، وعرفت ان انا اودي المحتوى لاجانب ازاي، ومن غير ما اشتغل، ومن غير برامج، ومن غير ما ادفع، ومن غير ذكاء اصطناعي، ومن غير الاي اي، ومن غير الكلام ده كله طبعا. وحابب اشكركم بجد ان انتوا سمعتوا الفيديو لحد هنا. الفيديوهات اللي جايه اكتر بكتير، هنزل لكم طرق تعملوا منها من كل البلاتفورم فلوس. ودي اهم حاجه، نقف مع بعض ندعم بعض. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا في الكومنت، واقول لكم سلام.